قناة أكل وقصة. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهاردة البقلاوة القمر اللي انتوا شايفينها دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهقولك على كل أسرار الحلواني وهتطلع معاكي جميلة. هنعملها بالعجينة الأصلية من غير جلاش. أول حاجة هنعملها دلوقتي هوريكي بس الأول البقلاوة بتاعتنا والتوريقة اللي انت شايفاها دي. شايفين الطعم وشايفين الجمال، شايفين عاملة كده أوراق كده كتير خالص. نفسي بس أسمعك صوتها، والقرمشة بتاعتها جميلة جدا وطعمها حلو قوي. اول حاجه هنبتدي بيها الشربات بتاعنا عشان يبرد. معايا هنا كوبايه من السكر، عليها نص كوبايه من الميه، ونص عصره ليمونه، وربع معلقه من الفانيليا. حطيتهم على النار لمده ربع ساعه. اول ما عقد معانا قفلت عليهم النار وسبتها يبرد. بعد كده هنبدا نعمل العجينه بتاعتنا. عجينتنا سهله وبسيطه جدا. معايا هنا ربع كيلو من الدقيق. اهم حاجه الدقيق يبقى نمره واحد. لو الدقيق بتاعك مش نمره واحد زي الدقيق اللي عندي هتنخليه اكتر من مره. هننزل عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من الزيت. ربع كيلو دي ده هياخد معانا نص كوبايه من الميه ومعلقتين كبار من الميه. طبعا كل دي على حسب ما بياخد ميه. انت اهم حاجه احنا عايزين نكون عجينه ملسه كده وتكون ملمومه على بعضها. شوفي انت كل دي بقى عندك بياخد قد ايه ميه. لكن انا استخدمت زي ما قلت لك نص كوبايه ميه وعليها معلقتين كبار من الميه. شايفين العجينه مورقه ازاي وجميله وطريه. اهم حاجه تعجنيها بعد ما تلم العجينه 10 دقايق عشان نعمل عرق في العجينه، عشان احنا محتاجين العرق ده. هنسيبها لمده 10 دقايق تستريح. وبعد ما استريحت 10 دقايق دول هنجيب معانا طبق كده فيه نشا. انا هنا استخدمت للكميه اللي انا عاملاها ربع كيلو من النشا. اول حاجه بقى هنفرد العجينه زي ما انت شايفاها كده بالطول، ونبدا نقطعها قطع صغيره. كل ما تقطعي قطع صغيره كتير كل ما التوريقه بتاعتك هتبقى كتير. عدد القطع الصغيرة ده هو اللي بيعتمد على شكل التوريقة والوردة اللي انت شفتيها في أول الفيديو. انا هنا قطعت 17 قطعه. بمسك كل قطعه كده وبرش النشا من تحت ومن فوق، وببدا افردها كده فرده صغيره وبركنها على جنب. هنعمل الكميه كلها وبعد كده هنبدا نحط كل طبقه على الطبقه اللي فوق التانية، وهنحط ما بين كل طبقه والتانية رشه نشا. تمام. وهنبدا نرصهم فوق بعض زي ما انت شايفه كده. برش رشه نشا وبرش بحط من العجينه اللي انا حطاها. دول 17 قطعه زي ما انتم شايفين كده. انا لسه ما فردتش ما عملتش اي حاجه. انا يا دوبك حطيتهم فوق بعض وبدرتهم بس بالنشا. هنسيبهم لمده ربع ساعه وبعد كده هنرجع نشتغل فيهم. طبعا البقلاوه دي غاليه جدا وبتبقى موجوده في اطباق الحلويات الشرقيه. بتلاقيها قطعه او قطعتين نظرا انها غاليه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الطريقه بتاعتها بتاخد وقت كتير. فعشان كده انا قلت اعملها لكم برضو. تعرفوا الطريقه سهله وبسيطه وطبعا مش مكلفه خالص. هي معتمدة بس على على الشغل بتاعها على عمايلها. لكن مكوناتها سهلة وبسيطة. زي ما انتم شايفين كده مسكت طبقة طبقة وبدأت أفردها وأرش النشا. بعد ما وحطيتهم فوق بعض، بعد ما رشيتهم هبدأ أرش نشا تاني وأتأكد إن كل الطبقات شاربة نشا كويس. زي ما انتم شايفين كده باجي أحط الطبقة بتلاقي في حتت ما فيهاش عليها نشا بتكون شربتها. نبدأ نحط النشا عشان هو الموضوع كله معتمد في التوريقة على كمية النشا اللي أنا بحطه. زي ما انتم شايفين كده حطيت في كل الطبقات نشا وهبدأ أفردها بالنشابة. انا اسفه حاسه ان انا بطول عليكم كتير وان الفيديو طويل شويه، ولكن الفيديو كله ما قدرتش اقصره لكم. حبيت اوريكم كل الخطوات بكل التفاصيل علشان خاطر تقدروا تعملوها بكل سهوله، وما بقاش انا خدعتكم وعملت حاجه ورا الكاميرا وانتوا ما شفتوهاش. زي ما انتم شايفين كده فردتها بايدي على الوش الاولاني وعلى الوش التاني بالراحه خالص. وانت بتقلبيها لازم تقلبيها على النشابه عشان الطبقات ما تفصلش من بعضها. ونبدا نفردها بالنشابه زي ما انتم شايفين كده فردة بسيطة لحد ما تكبر معايا شوية صغيرين. بعد ما فردتها كده هبدأ أشيل السيادات بتاعتي وأعمل مستطيل. أنا حبيت أشيل الزيادات على قد ما قدرت كده. وبعد كده هنجيب مسطرة. أنا هنا هعمل المربع بتاعي. هي بتبقى على شكل مربعات 4 سنتي في 4 سنتي، يعني هعمل 4 سنتي بالطول و4 سنتي بالعرض. أنا هنا هعمل خطوط الطول الأول وبعد كده هعمل خطوط العرض. في ناس بتعمل الوصفة دي بالجلاش بتطلع حلوة وجميلة، ولكن أصل الوصفة في البقلاوة بالعجينة الأصلية اللي أنا عملتها دلوقتي. هي دي العجينة اللي بتتعمل بيها البقلاوة في المحلات، مش الجلاش خالص. الجلاش ده وصفة تانية خالص، لكن هما بيقولوا عليها بقلاوة ولكن هي مش البقلاوة الأصلية اللي انت بتدوقيها
طبق الحلويات الشرقية اللي بيبقى لونها أبيض وشكلها جميل، وبتبقى محشية سوداني أو محشية مكسرات. شايفين التوريقة بتاعتنا؟ تعالوا أوريكم كده واحدة كده فيها التوريقة بتاعتنا. احنا عاملين 17 طبقة. شايفين الورق بتاعنا منفصل عن بعضه ازاي؟ ده كله بسبب النشا. طبعا لو عندك سوداني حطي، عندك مكسرات مشكله حطي، مفيش اي مشكله، بيكون مجروش كده حاجه بسيطه. هنجيب المربع بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده وهنتنيه على 2، وبعد كده هنبدا نتنيه بطريقه كده على شكل ورده. تعالى هوريكم بقى تاني. بنجيبه نتنيه على 2 وبعد كده نتنيه على شكل مثلث. شايفين الطريقه سهله وبسيطه ازاي؟ وبتطلع الشكل معانا كده. دي بنتنيه على 2 وبعد كده بنتنيه تانية تانية. تطلع شكل الوردة سهلة وبسيطة جدا. هنبدأ نرصها في الصينية. في شكل تاني برضو بنجيبه على شكل سمبوسك يعني شكل اللي هو مثلث، ونتنيه من كل النواحي فيطلع شكل مثلث من كل الأضلاع. مش عارفة واضح معاكم ولا لا؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو واضح، لو مش واضح اوضح لكم اكتر في الكلام واكتب لكم تحت في الوصف. هنجيب بقى السمنه بتاعتنا. الكميه اللي انا عملتها دي احتاجت كوبايه من السمنه، سيحتها بس ما تبقاش سخنه وتنزل عليها عشان ما تبوظش الشكل بتاعنا. ونبدا نسقيها بالسمنه وندخلها الفرن على درجه حراره 160. بتقعد في الفرن لمدة نص ساعة. بنسويها من تحت كده تاخد لون بسيط، وبعد كده بنولع عليها الشواية حاجة بسيطة لو حابة تاخد لون من فوق. وبعد كده اول ما بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى مورقه وجميله جدا. بنسقيها بالشربات البارد ونستنى عليها بقى ونرصها، بيبقى شكلها جميل جدا 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 ومميزه. طبعا القصه بتاعت البقلاوه دي، انا بابا دايما كان بيجيب طبق حلويات شرقيه زمان بقى لما كان سعره حنين. ودايما في طبق الحلويات الشرقيه بيبقى فيه كده اكتر من 4 كده من البقلاوه دي. كنت انا بلاقيهم دايما وييجوا يفتحوا طبق الحلويات الشرقيه ما يلاقوش فيه ولا واحده من البقلاوه، لان انا بحبها جدا وعشان كده قلت اشاركها معاكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. شكرا لكم على المشاهده. باي باي.